سامعين قد ايه هي ناشفه وجميله. تعالوا نعمل النهارده السمبوسه بطريقه سهله او حشوه بسيطه خالص. انتوا عارفين طبعا السمبوسه ليها حشوات كتيره جدا، وهقولك ازاي تفرزيها في الفريزر تطلعيها يا دوبك على القليه. تعالي ابدأي معايا الفيديو وانا اقولك عاملينها ازاي. وزي ما انا قلتلك السمبوسه ليها حشوات كتيره قوي. انا النهارده هنعملها بحشوه الجبنه. اي نوع جبنه انت بتحبيه احشي بيه. عندك جبنه رومي ماشي، عندك شيدر ماشي، عندك جبنه عبور، اي نوع جبنه انا بحشي بيه السمبوسه. عايزه تحشيها بلحمه مفرومه حلوه وجميله، بحشيها بسجق، باي خليط السمبوسه بينفع معاها. ليها حشوات كتيره قوي. خلاص انا النهارده هحشيها بجبنه عبور، واي نوع جبنه زي ما انا قلتلك ما تتربطيش بيه. فلفل الوان، فلفل اخضر، زيتون، عندي ميكس جبن اي نوع جبن حطي. دي اسهل وابسط حشوه هتحشيها. وهنحط رشه من الزعتر، بس ما تحطيش ملح لان الجبنه بتاعتنا ملحها حلو، وغير كده كمان الزيتون فيه ملح. جايبين السمبوسه بتاعتنا وقبل ما تبداي بتعملي اي حاجه بتجيبي لي معلقتين دقيق ومعلقتين ميه، بتعملي عجينه خفيفه شويه. شايفين؟ عشان تقفلي بيها السمبوسه بتاعتك، وبتطبقيها زي المثلث بالظبط. شايفين سهولتها وبساطتها؟ الفيديو طبعا موضح. شايفه انا بطبقها ازاي؟ واحده يمين وواحده شمال. تروحي بقى مقفلاها بالدقيق والميه اللي انا قلتلك عليه عشان ما تفكش معاكي في الزيت. في طريقة تاني احنا بنرفع الجنب الاخير ده وبندخلها، بس في ناس كتيرة ما بتعرفش تعملها، واوقات برضو بتفك معاكي. دي اسهل طريقة عشان كمان ما تفكش معاكي. شايفة؟ ناحية يمين وناحية شمال. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. ولو حبيتي برضو تعمليها على الرخامة بالشكل ده سهلة جدا. شايفة؟ ناس كتيرة قوي ما بتعرفش تطبق السمبوسة. وبس كده هتطبقي الكمية كلها بالشكل اللي انا وريتهولك ده، وهقولك نعمل ايه كمان. وبعد ما احنا طبقناهم كلهم بالشكل ده بقت معانا شويه، ابقى اقول لكم هعمل فيهم ايه. ومعايا طاسه على النار، انا هوريكي دلوقتي ياما بتتقلي بتبقى قد ايه ناشفه وبتبقى جميله قوي. بصي بقى السمبوسه ما بتتاكلش الا سخنه، ما ينفعش اقليها واسيبها في التلاجة، بتقليها بالطلب. اهو شايفين؟ طبعا لو انت فرزتيها ما بتتقليش، انت بتفرزيها نيه، وهوريكي دلوقتي انا بفرزها ازاي. اما كميه الجبنه اللي اتبقت معانا هتعملي بقى بيها لفه جلاش كده جميله، وعامله لكم في فيديو برضو تاني. وخلي بالك السمبوسه ما بتاخدش وقت خالص، يعني انت واقفه تقلبي فيها. شايفين لونها وجمالها؟ جميله بجد. حشوه الجبنه بتبقى خفيفه قوي، اكتر كمان بتبقى محبوبه اكتر من اللحمه، ودي حاجه ترجع لك انت. تعالي بقى اقولك هنفرزها ازاي. نشيلها في الفريزر تطلعيها يا دوبك على القليه زي ما انا قلتلك. ما ينفعش نعملها هي ومقليه، بتحطيها نيه بالشكل ده، وبالاسترتش لاكيس بلاستيك بتلفيها لفه محكمه حلوه قوي، وبتشيلها في الفريزر. قبل ما تقليها ب10 دقايق تطلعيها على الرخامه وعلى الزيت على طول وتحطيها، تطلع معاكي اكنك لسه عاملاها فريش ومطبقاها دلوقتي. وطبعا لو انت عندك عزومة وعايزة تجهزي اكلك قبليها ب3-4 ايام، اعملي الحشوة المناسبة ليكي. عايزة تحشيها لحمة، عايزة تحشيها جبن، اللي يريحك. احشي الحشوة المناسبة ليكي وحطيها في التلاجة، بتقعد معاكي من 3-4 ايام في التلاجة من تحت، ما بيجرالهاش اي حاجة لو انت مش حابة تدخليها في الفريزر. وبس كده، هو ده كان الفيديو بتاع النهاردة. يا رب يكون عجبكم.